بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفي أحسن صحة وفي أحسن حال. النهاردة بقى هنعمل مع بعض وصفة حلوة قوي قوي قوي، الفراخ المحشية بالرز المبهر بطريقة سهلة وسريعة ونتيجة روعة، ومفيش أجمل من كده. زي ما انتوا شايفين، أول حاجة هنعملها هي حشوة الرز، وهي تعتبر أرضية، برضو أرضية للفراخ. زي ما انتوا شايفين هنعمل مع بعض 2 كيلو رز. طبعا انتوا الكميات هتنصصوها، مفيش مشكلة. لكل كيلو رز 4 معالق سكر كبار. هنحطهم كده في الحلة السخنة يتكرملوا الأول. بصوا، وزعوهم بطريقة كده كله ياخد لون في نفس الوقت، ونسيبهم يتكرملوا الأول. الرز المبهر ده من أجمل وأطعم أنواع الرز اللي ممكن تاكليها مع الفراخ. ان شاء الله النهارده هنعمله بطريقه سهله، وكمان اي حد مبتدئ في المطبخ، البنات الصغيره اللي لسه بتتعلم الاكل تقدروا يعملوه، هيبقى معاهم ناجح وجميل جدا، ويشرفك كمان في العزايم وعزومات رمضان. كل سنه وانتم طيبين. هنفضل نوزع السكر كده بالتساوي لحد ما يتكرمل ويديني اللون الذهبي الغامق شويه. في الوقت ده هنكون بشرين بصلايه ومجهزينها. طيب، بصلايه لكل كيلو رز. طب انا عامله 2 كيلو، يبقى انا هنحط بصلتين. تمام. وبرضه هنكون مجهزين مية الرز. طبعا ده رز مصري عادي، بتبقى قد الرز قد المية. هنكون مجهزين المية بتاعته كمان. طيب، لو عملت بالرز البسمتي يبقى انت هتخلي كمية المية مرة ونص. تمام. زي ما انتوا شايفين كده، السكر اتكرمل وعطاني اللون الذهبي الحلو. هنحط بقى عليه ايه؟ البصلايه تلف معاه. طيب، هيتجمد شويه، ما تقلقيش، هيسخن ويفك. اول ما يبتدي يفك هنزل عليه بمعلقتين سمنه، وكمان معلقتين كبار زيت، ونفضل برضو نلف في اللفه الحلوه دي. انا عايزه كله يشرب من طعم بعضه لحد ما كله كده يلف مع بعضه، ونكون مسخنين ميه الرز معانا، وكمان غاسلين الرز. انا عايزه كله، يعني السمنه مع البصل مع السكر المكرمل يلف كده، واحس ان كله بقى ايه، بقى جوسي. زي ما انتوا شايفين. صلوا على النبي، وربنا يا رب يحسن ما بين ايديا وما بين ايديكم جميعا. خلاص كده هيبتدي يدوب مع بعضه. هننزل بقى بمية الرز ونسيب المية تغلي. انا عايزة المية تغلي علشان خاطر كل البهاريز الحلو ده ينزل جوه المية بتاعة الرز، يعني اللون بتاع السكر يبقى في مية الرز، وفي نفس الوقت التسكيرة والبصل والحاجات الحلوة دي تبقى موجودة. هنحط بقى معلقة كركم ومعلقة قرفة وملح وفلفل ومكعب ماجي بس. وهنسيبه بقى يغلي يغلي عشان خاطر مش عايزة احط الرز غير والمية نزل فيها كده ايه، اللون بتاع السكر مع البصل. زي ما انتوا شايفين. طبعا احنا متبلين الفراخ بتاعتنا بلدي. هنتبلها كده ببصلايه وملح وفلفل، وهنسيبها شويه، طبعا قبلها بساعه، قبلها بيوم، على قد ما تقدري. كل ما تسابت في التتبيله كل ما كانت طعمها احلى واطعم بكتير. هنجهز الميه بتاعت سليق الفراخ. هنحط طبعا بصلايه وطماطمايه، ورق لورا وحبهان ومستكه وملح وفلفل، وهنحط كمان رشه زعتر ورشه قرفه. الزعتر في سليق الفراخ بيبقى حلو قوي. طلعنا طبعا الرز بتاع الحشوة، هنسيبه يهدى خالص ويبرد، وبعدين هنحشي الرز بتاعنا ونقفله كده بخلال السنان، ونبتدي ان احنا نسقطه في مية السليق بتاعتنا. هنعمل معاها ايه؟ هنعمل معاها شوية تورلي حلوين قوي. معلقة سمنة على معلقة زبدة، وهننزل فيهم بصلاية مبشورة وبصلاية متقطعة جوليان. لما تيجي تحشي الفراخ ما تكبسيش حشوة الفراخ قوي. طيب، واخد من الرز امتى؟ هناخد من الرز اول ما يبتدي يشرب ونوطي عليه، هناخد منه الكمية اللي انا عايزاها. طب حشوة الفرخة بتبقى كام معالق رز تقريبا؟ تقريبا بتبقى 4 معالق رز كبار على حسب حجم الفرخة، بس هي من 4 معالق رز كبار، واحنا بقى ممكن نزود على حسب الحجم والوزن. وطبعا لازم تسيبي الرز يهدى خالص من السخونية، عشان ما ينفعش نحشي حاجة سخنة على حاجة باردة. ده مش هيبقى كويس خالص معاكي، ومش هيديكي نتيجة حلوة. بعد ما شوحنا البصلايه كده زي ما انتوا شفتم، هننزل عليها بالبسله والجزر. انتوا عارفين ان التورلي عباره عن خضار مشكل، بس اضعف حاجه فيه هي الكوسه والبطاطس، مش بياخدوا سوا خالص. لكن البسله معايا بتاخد يعني سوا شويه. فانا هجهز البسله، وبعدين هحطها على الكوسه والبطاطس، وادخلهم الفرن. زي ما انتوا شايفين، نزلنا البسله،
نزلنا معاها معلقة التوم النية اللي هي هتعلي التست معايا وهتودي طعم التورلي ده في حتة تانية خالص. طبعا هنقلبه تقليبة، بعدين هنحط معاه التوابل، ملح وفلفل، رشة قرفة ورشة زعتر ومكعب ماجي، ونفضل نقلب تقليبة حلوة كده زي ما انتوا شايفين. وفي الوقت ده هنكون ضاربين طماطمتين في الخلاط او في الكبة. انا كده كده مش عايزاهم مصفية ولا عايزاها مضروبة جامد، حتى لو كانت قطع مش مشكلة، لاني انا مش عايزة اخلي التورلي بتاعي يبقى لونه احمر قوي، لان لما بيبقى صلصته كتيرة بيبقى طعمه تقيل، يعني ما بيبقاش خفيف خالص. جربي بس التورلي بالطريقة دي وانتي هتاكلي احلى واطعم تورلي. زي ما شفتوا كده حطينا طماطمتين كبار مضروبين في الخلاط. هنسيبها بقى تتسبك. في الوقت ده هنقطع الكوسة والبطاطس ونحطهم في الصينية اللي هي هتتسوى فيها في الفرن. طيب مش هنعملها لا بخضار ولا بفراخ، هنعملها بشوربة الفراخ. يعني هناخد شوربة الفراخ ونسقي بيها الصينية الحلوة دي، وهتاكلي اطعم واحلى تورلي كلتيه في حياتك. بصوا خلاص هي اتسبكت اهيت. جهزنا بقى الكوسة والبطاطس بتاعتنا، هنقلب ده على ده ونديله تقليبة وكبشتين شوربة كده من الشوربة الحلوة بتاعت الفراخ، وهتودي الطعم في حتة تانية. طبعا الفراخ دي يعني نقوله ان هي يعني بتاخد سوا ومش بتاخد سوا، تقريبا بتاخد بتاع ساعة الا ربع كده على النار. طيب تقدري تحمريها بطريقتين، في الزيت عادي جدا على النار في الطاسة، او ان انتي تحطيها معلقة صلصة على معلقة زيت ورشة ملح ورشة فلفل، وهتدهني الجنبين كده وتدخليها تحت شواية الفرن. الطريقة دي او الطريقة دي هتطلع معاكي احلى حاجة. ودي كانت نتيجة وصفتنا النهاردة. يا رب الفيديو يكون عجبكم، يا رب دايما اكون عند حسن ظنكم، يا رب ان شاء الله تجربوا الفراخ بالطريقة دي، هتطلع اطعم واحلى فراخ كلتوها في حياتكم ان شاء الله بإذن الله. كل التريكات والحركات هتلاقوها عندي. هناخد بقى الكبدة والأنثى على معلقة سمنة بلدي حلوة وشوية زبيب وشوية مكسرات وهنحطهم على الوش، وبألف هنا وشفا حبايب قلبي. الرز المبهر من أطعم أنواع الرز اللي ممكن تاكلوها مع الفراخ. ما تنسوش أهم حاجة شير ولايك ونعمل سبسكرايب للقناة ونفعل زر الجرس.